الجنة نصيب ناكحات المقاتلين في سوريا. إلى الجنة إن نكحتن، على أن تتمتع الفتاة بالمواصفات التالية: أن تكون في 14 من العمر، أو مطلقة ترتدي النقاب أو الزي الشرعي. هي فتوى تعرف بجهاد المناكحة، أطلقها بعض رجال الدين ممن يدعمون المجموعات المقاتلة في سوريا، ومن ضمنهم الشيخ السعودي محمد العريفي ذائع الشهرة. تجيز الفتوى أن يقوم المقاتلون من غير المتزوجين والمتزوجون الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات أو مطلقات مدة قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانا، ومن بعدها يجري الطلاق باعتبار أن هناك مجاهدا آخر ينتظر فرصته بالنكاح. هذه الفتوى يقال أنها راجت جدا بين المقاتلين في سوريا، معتبرين أنها أفضل وسيلة للمرأة المسلمة للجهاد في سوريا، وأن نصيب كل منهن الجنة. وأولى ضحايا هذه الفتوى بحسب ما نشر في بعض وسائل الإعلام والإنترنت أن فتاة تونسية تدعى رحمة في 16 من عمرها افتقدتها عائلتها التي تستغيث اليوم من أجل عودة الابنة، معتبرين أن الفتاة قد غرر بها. الصغير هذا اللي عمره 16 سنة، هو تقريبا 16 سنة يعملوا فيهم هكا، يغسلوهم ومخاخهم ويخرجوهم من برا. يا جهاد، يا جهاد الله يتوالديك، جهاد جهاد الله يتوالديك وقرايتك وماكلتك، جهاد خلينا مفرتين عائلة كاملة مقهورين. يا رحمة كانت ترحم على والديك، يمك بحذاي والعائلة الكل مقهورة، كانت تفرج فينا ولا تسمع فينا ولا نجي يعرضح. من فتوى جهاد النكاح إلى فتوى جهاد الدبر الذي يشجع على تعدد الزوجات والأرامل، ويجوز للمجاهد أن يطلق واحدة ويتزوج أخرى على ألا يتعدى 4 زوجات، والهدف الحفاظ على النسل.